دلوقتي اللي شاغل بال الناس كلها ايه افضل تشكيله ريبيرو يبدا بيها مع النادي الاهلي عشان يكسب بورتو مستريح على الاقل 2-0. انت بالنسبه لك شايف ايه افضل تشكيله الاهلي يبدا بيها؟ استنى مجاوبش. تعالى اولا اقول لك افضل تشكيله من وجهه نظري، وبعد كده هسيبك في الكومنتس بقى تبهرني بتشكيلتك. بص يا سيدي، افضل تشكيله من وجهه نظري الاهلي يبدا بيها الماتش هي 4-2-1-3، وهي كالاتي: محمد الشناوي في حراسه المرمى، اتنين مساكين، طبعا سمعنا ان ياسر ابراهيم مصاب فمش هيلعب، فيبقى العش واشرف داري، وناحيه الشمال يلعب بعطيه الله، وناحيه اليمين محمد هاني، ويلعب باثنين ديفندرات اليو ديانج وحمدي فتحي، قدامهم محمد علي بن رمضان. هاف رايت ناحيه اليمين زيزو، ناحيه الشمال هاف ليفت يبقى اشرف بن شرقي يبدا الماتش مش تريزيجيه، لان تريزيجيه عنده سرعات فهيفرق جدا لو نزل في الشوط الثاني. وفي خط الهجوم يلعب بوسام ابو علي. طبعا دي افضل تشكيله من وجهه نظري الاهلي يبدا بيها الماتش، بحيث ان الموضوع يبقى متوازن، يبقى بيهاجم كويس وفي نفس الوقت مقفل ورا عشان ما يحصلش فيه اي هجمات ويخش فيه اهداف في اول الماتش. في دقيقه 65 دقيقه 70 ممكن يعمل تغييرات بقى، ينزل تريزيجيه مكان اشرف بن شرقي، ينزل جراديشار، ينزل حسين الشحات، ينزل قفشه على حسب سير المباراه. فدي بالنسبه لي افضل تشكيله للنادي الاهلي. انت بقى بالنسبه لك ايه افضل تشكيله للنادي الاهلي يبدا بيها ماتش بورتو؟ سيب لي رايك في الكومنتس، وعايزك تكتب لي تشكيله من نار.